عليكم، احنا وياكم من جايخانة متحف قرقوش. هذه الجايخانة سبق وأنه قدمناها، أنه هي بناها كاك سمير. جايخانة بناها كاك سمير على الطراز القديم. زين. فإحنا بعد ما أعطينا الفكرة الأبونا تقبلها ابونا وكونا هاي، وهنا انا وياكم سعيد اقدم شاي بقرقوش. ابونا اقدم شاي بقرقوش. هسه احنا الجماعه اجوي وحبينا اليوم، احنا ما مستريحين ولكن حبينا نستذكر. سمير راح يحكي لنا على تقاليد المقاهي قبل وشون كانوا الشباب ما يدخلون للقهوه. تفضل كان سمير. السلام عليكم اول مره. الشيخانة اسم هو، بس احنا كنا نعتبرها مركز ثقافي علمي ادبي اخلاقي. شلون؟ يعني الشياب من كانوا يقعدون هنا كنا نسمع سوالف من عندهم. يعني اي شخص اللي يجي، يعني كلمة الله بالخير تنقال احتراما لشخص من كان يدخل للشيخانة. تلقى سوالف حلوة. شلون؟ يعني سوالف، تلقى واحد هنا يسولف يقول لك اليوم الحمد لله والشكر عندي غنم، حلبنا هالقد، بعنا هالقد، سوينا حليب هالقد، من هاي الشغلات. تلقى سالفه له هذا ابو الفراوي يقول لك اليوم انا اشتغلت فراوي الحمد لله والشكر انا وولدي، وهاي الشغلات. تلقى سالفه له مثلا يقول لك انا طلعنا للحصاد، حصدنا ما شاء الله. كلمه ما شاء الله والحمد لله كانت تستخدم على كل شخص وكل مهنه اللي كان. تلقى الشغله المهمه والاكثر شنو كانت؟ يعني مثلا يجي شخص على سبيل عم مجيد. عم مجيد شو يقول؟ يقول يابا اكو مثلا اثنين متناقرين، احنا بدون ان نعرف الموضوع وبدون ان نعرف من هم الاشخاص نقول له امشي يلا نروح فاتح الخير عسى ان نصالحهم ويرجعون، مثل ما نقول الدنيا ما تسلم. فهاي الشغلات اللي ما كانت موجوده. والحلوه شنو؟ يعني من يجي مثلا اني ادخن اطلع كيس التتن مالتي والورق اشمر العم صليوه لفلك جيجاره، عم يوحنا لفلك جيجاره، عم مجيد، عم صليوه كذلك هيجي. فالاسلوب الحكي اللي كان كله كلمات حلوه، يعني كانت دروس تعبيريه. واللي كان يجي مثلا عم صليوه معلم، عم صليوه من هو معلم يدخل لهنا للشيخانه كنا نقوم احتراما الى كلنا. ليش؟ لان كنا نعتبره مصدر ثقافي يدخل عندنا نتعلم من عنده هواي دروس اثناء الشيخانه. والشايتي كان خطيه مبتلي بينا، يحتار. اني اقول له مثل عم صليوه يشرب شاي خفيف، عم نجيب جيب له حامض ثقيل، عم صليوه هنا يابا جيب له شاي ثخين بس مر. اي فالحكايات اللي كانت تصير بالشيخانه يعني ثقافيه قلنا احنا، وعلميه، وكانت ادبيه، وكانت مثلا اني اعتب على عم مجيد، عم مجيد اني اعتب عليك يقول لي ليش؟ اقول له يابا مثلا انت رحت ساعدت فلان شخص وما قلت بيها للجماعه، يعني الجماعه ما يحبون يقومون بعمل خير يساعدون. مثلا هنا البناء اللي كان بقرقوش بصوره عامه كلها كانت فزعات احنا نسميه. يعني هنا يريد يبني له غرفه، يريد يبني له حوش، يريد اي يلا عندنا مجال شباب منو بيحب القهوه ويطلعون. اي نطلع مثل هذا بلوغ طابوقه، هذا الطين، هذا جوز، هذا مثلا انا امن على فؤاد بنا، هو فؤاد اطلع ويانا فد يومين فزعه ما يقول لا، يطلع الرجال فزعه انا اطلع مروج هنا. فشوفين كان يعني مركز التقاء المحبه هنا. يعني اي شيء اللي كان يحتاجوه اهل القريه، هي بوقتها قريه، يعني كانت الناس تركض ايديهم قبل رجليهم مثل ما يقولون. فشنو اللي عندنا الحلو؟ الشيء اللي عندنا الحلو احترام المتبادل بيننا. يعني مثلا اني على سبيل المثال يعني تعرفين دومنا ومرات واحد يندمج وياها يطلع صوتي، عم يصلي هنا شيء يقول لي مثلا سمير ترى ماكو واحد من عائلتك وماكو واحد من قرايبك طالع صوته، فيوبخني يعلمني اتعلم من عنده الدرس. فهي شيخانه كانت مدرسه، كانت مدرسه. وحتى على لبسنا اللبس القروي اللي كان اللي تشوف فيهم هسه لابسينه زي
يعني هم متوارثين. يعني أنا متوارث من أبوي متوارث من جدي. الزبن احنا نسميه اليلك، نسميه الغطرة، العقال. بصورة عامة يعني هناك كانوا يلبسون العقال الوسطاني، احنا نسميه بالجنوب. اي والمي كان من الحب كلش طيب، يعني احنا قلنا يعني يجيب لي طاسه اشرب من عنده. هاي الشيخانه مثل ما ذكرنا كانت تنرش تنبخ على مود الهواء الطيب يصير. والاوقات اللي كانت تنفتح بالنهار قليل الناس. ليش؟ لان اغلبيتنا كانت الناس تطلع على باب الله على شغلهم. ايش وقت نلتقي قبل المغربيه. السلام عليكم. نلتقي قبل المغربيه على مود نفرغ من التعب مالنا هنا. شلون نفرغ تعبنا ونرتاح؟ من اشوف عم مجيد ارتاح. من اشوف عمي يوحنا الله بالخير. يعني واحد تشوفين يشيل هم الاخ، واحد يشيل حمل الاخ. فالشغلات والتقاليد اللي كانت موجوده ايضا تعاون. هسه مثلا بهذا الموسم الصيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله بالخير. الله بالخير. فعندنا زراعة الديم، البطيخ، الترعوز، مثل عم مجيد عنده خضرة، جاب لنا بطيخ. يا بكلوه شوف هذا البطيخ مال الخضرة مالتي شلون يضربون، انتم رايكم. عمي يوحنا جاب لنا الترعوز. هنا جاب لنا الشمام. شوفوا شلون الشمام عندي حلو، ريحته طيبه، شغلات. فكنا شايفين الله يساعدك. هاي الشغلات على الحيطان اللي موجوده هم كذكرى، وثانيا المنظر حلو. انت كاك سمير ما قصرت بهذا البناء الحلو. الحمد لله بجهودكم. بس متى استقسينا كرديونا باسينا كرديونا ايما لقرقوش موزخانه كي قرقوش ايما اوها كرديونا لسر موزخاني كونا. وإيما إستا أو خلكانة خري كرديمنا لبر أو موزخانة كي حتى بابظاني من إيما تشتكي تراثي كالتوري بو قرقوش بو خلكي قرقوش أم تشتكر هردميني اما استا دسبينا كرديمنا افتتاح كينا كرديمنا بس ريك دكيمن اما استا بس با خلق كتزاني اما تشي دكيمن استا سبازنا دكيمن. احنا هسه حبينا نسوي لكم هذا وكأنه مشهد تمثيلي من اخراجنا من اخراجنا، ولكن حبينا انه تشوفون هذا الابداع مننا يبدي منا التعاون. اهل قرقوش ما قصروا بهاي الحملة، قدروا يسوون شيء لمدينتهم، قدروا يحاولون انه يحافظون على تراثهم. عشتوا وكل الشكر والاحترام الى اهالي قرقوش على هاي الحملة وهذه التبرعات اللي قمتوا بها لاحياء تراثكم والحفاظ عليه. شكرا. احنا الممنونين. الله يخليكم. العفو. الله يحفظكم. سباستك ممنونة خوش. هذا شيك حار وما مسوي على نار.